واحدة متابعة جميلة بعتلي بتسألني بتقول إن عندها إكزيما في رجلها الشمال، بتعمل فقاعات أهرش فيها لحد ما تفتحها وتجرح نفسها وتقشر، فلو سمحت إن هي عايزة علاج. طيب خليني أرد عليكي وأقولك إن الأول اللي بيحصل في رجلك ده مش مجرد إكزيما، ده التهاب جامد جدا وصرخة بتقولك إن الخلل وصل للسطح. الفقاعات اللي بتظهر والحكة الشديدة جدا دي معناها إن في التهاب نشط دلوقتي، وطبعا الهرش دوت بيزود المشكلة جامد جدا وبيخلي ان البكتيريا تخش جوه الجرح. العلاج اللي انا بقترحه عليكي هنا هيكون في 3 اتجاهات، والثلاثة هتشتغلي عليهم في نفس الوقت. اول حاجة كريم كورتيزون خفيف هندهنه ودوت علشان يهدي الالتهاب، واستخدام مرطب قوي جدا 2 أو 3 مرات في اليوم. وتالت محور في الخطة العلاجية بتاعتنا ان احنا هنعمل دعم للجلد عن طريق فيتامين دي او اوميجا 3. وطبعا عايزه انصحك ان انتي ما تحاوليش ان انتي تفتحي الفقاقيع